بتبدأ قصتنا في مدينة متدمرة، وبنشوف الوحش ده بيهاجم على شخص، وبنلاقي الشخص ده ايده عبارة عن سيوف، وده بيكون بطلنا اللي بنعرفه ان اسمه كي، وبيهاجم كي وبيخلص عليه بضربة واحدة، وبيقول بطلنا لنفسه خلصت عليه كده متبقي 32 واحد. وبنعرف ان في سنة 2024 حصل انهيار عظيم، وده خلى العالم جحيم حرفيا، والفرق بين قدرات البشر والوحوش كانت كبيرة جدا، والوحيدين اللي قدروا مواجهة الوحوش دي هم المختارون اللي زي بطلنا. وبنشوف وحش بيخلص جند من جنوده وبيقول زميله مستحيل نقدر عليه، محتاجين الدعم بسرعة. وبيهجم عليهم وحش، ولكن في آخر لحظة بيظهر بطلنا وبيخلص عليه بضربة واحدة، وبيقف بطلنا على جثة وحش وبيقول ده كده وحش رقم 3. وبيتفاجئ بطلنا لما يشوف وحش حملاق، وبيقول لنفسه أنا أول مرة أشوف وحش بالحجم ده، وده مخالف معلومات اللي معايا. وبيتكلم بطلنا في توك حوالين رقبته وبيقول أنت قلت 33 وحشا بس، أنت كده بتكذب عليا. وبنسمع حد بيرد عليه من التوك قلت لك قبل كده تندى عليه بالسيد. وبنعرف أن ده رئيس المنظمة، وبيقول لبطلنا أنا مش في أرض المعركة، وطبيعي يكون في شوية أخطاء في المعلومات. وبنسمع صوت بيحذر بطلنا خلي بالك يا قائد لسه في وحش تاني. بيتخضى بطلنا وبيبص وراه يلاقي وحش عملاق بيهجم عليه، ولكن بطلنا ما مش بيلحق، بيتفادى الضربة وبترشع في رقبته. وبيقول بطلنا لنفسه انا اللي بيحصل لي جسمي مش بيتحرك، شكلي خلاص بموت. وبيكمل انا عشت طول عمري عبدا للمنظمة، لو بس ارجع يوم واحد. وبيموت بطلنا. وبنشوف لعبة وبيمد بطلنا ايده ويمسكها وبيقول ايدي عامله كده ليه؟ مستحيل، انا اتحولت لطفل، انا كنت بحارب الوحوش من شويه. وفجاه بنشوف حد داخل الاوضه، فيخاف بطلنا ويقول لنفسه مين اللي دخل عليا؟ ممكن يكون حد من افراد المنظمه. وبنشوف ان الشخص ده هي امه، وبيقول له ازيك يا حبيبي ما تقلقش انا هنا. وبعد شويه بتسيبها وبتروح عشان تحضر الاكل، وبيقول بطل لنفسه ايه ده انا مش سامع اي صوت بره، شكله كده مفيش وحوش. مستحيل، يعني ده معناه اتجسدت من جديد في زمن مختلف عن الزمن الانهيار العظيم ده، برضه معناه ان مفيش منظمه واخيرا بقيت حر. وبنشوف كيف فرحان بحريته ويقول لنفسه انا هسجل يوم تاريخي ده عشان ما انساهوش. وبنشوف كي بيعلم يوم 31 اكتوبر 2020، لكن بيتفاجئ كي وبيقول لنفسه تاني بس اليوم ده قبل الانهيار العظيم، وكده انا مش هقدر اواجه الوحوش بالجسد ده لما تيجي 2024، بس انا برضو المختار صائد الوحوش، اقدر اعمل اي حاجه. وبنشوف كي بيحاول يعمل اي حركه في جسمه ويستخدم الطاقه السحريه، لكنه مش بيقدر يقف على رجليه اصلا. وبيقول البطل لنفسه انا شكلي لسه بتعلم الوقوف، وكمان مش عارف اتكلم، انا كده مش قادر اعمل اي حاجه والوقت بيعدي. وشكله الحل الوحيد انا اعتمد على الست دي اللي بتقول انها امي، لا المفروض استغلها مش اعتمد عليها، هي اكيد عندها ميزه واحده على الاقل زي السرعه والطبخه والمهاره، لكن بنشوف انها مش بتعرف تعمل اي حاجه منهم. وبنشوف الام بتديلها ازازه ويقول لها ما تقلقش انا بعرف اطبخ. وبيقول كيب بنفسه انا حاسس ان دي نهايه العالم والطريق مليان صعوبات. وفجاه بيوصل بالساعه البريد ويبلغ الام ان الطرد وصل. وبنشوف الام بتلف وكرة الباب، لكن قبل ما تفتح انها لازم تدفع فلوس عشان تسليم الطرد، وبتروح عشان تجيب الفلوس. وبيقول كي لنفسه انا ما سمعت الكلمه طرد ده من زمان قوي. وفجاه بينفتح الباب لوحده وبينصدم كي، وبنشوف الوحش المظلم ده داخل البيت وماسك الطرد بايده، وكل حاجه في الاوضه طايره في الهواء. وبيقول وحش الكي اتفضل الطرد. فيقول كي لنفسه ما فيش حاجه اخبطه بيها هنا، وبيمسك الازازه بتاعته وبيحدف عليه لكن مش بيقدر، فبيتوه على الارض قبل ما توصل. فبيرد الوحش مع بطاقه حمراء وبيطير الطفل من سريره، وبيفتكر كي معلومات اللي جمعها عن الوحوش في حياته القديمة ونقاط ضعفهم، لدرجة انه بقى خبير في الوحوش، والوحش ده من الوحوش القوى الغاشمة. وبنشوف كي بيدحرج ازازة على الارض فيتكعبل الوحش فيها، وبيقول كي لنفسه نقطة ضعف الوحوش القوى الغاشمة هي العقبات الصغيرة في الأرض اللي مش بياخدوا بالهم. وبنشوف الوحش بيطير من الشباك وبيكسر الإزازة، وبيقول كي لنفسه ما كنتش أعرف إن هيجي يوم واستفيد من المعارك اللي في حياتي القديمة. وفجأة بنشوف ديل صناعي في كي وبيكون عنده بق وبينطلق الديل وبياكل الوحش، وبيمسك كي ديله وبيقول لنفسه ديل ده من حياتي القديمة، يا ترى ليه لسه عندي المهارة دي؟ أنا كده المفروض أتولد بعد الكارثة مش قبلها، أنا مش فاهم حاجة. وبيفتكر كي لما خلص على آخر وحش في حياته القديمة، وبيقول لنفسه بس الضربة دي ضربة حظ، ديل توتا ممكن يمتص جوهر الوحش ويحوله لقدرة خاصة، واكتسب قدرة السيف الأحمر في إيده. وبيقول لنفسه ما تيجي نجرب، وبيضرب بيه السرير في الأوضة فبيكسر رجليه. وبيقول كل ما يكون عمر المختار أصغر كل ما تكون قدراته كبيرة، وأنا في حياتي اللي فاتت استيقظت وأنا عندي 7 سنين وأخذت تصنيف اس، دلوقتي المفروض آخد تصنيف تريبل اس. وبنشوف كي بيتخيل نفسه بقى سلطان، وبما إني عرفت كل حاجة دلوقتي مفيش داعي أقعد هنا أكتر من كده. لكن بيتفاجئ كي إنه لسه مش عارف يقف على رجله، وفجأة بيقع السرير عليه، لكن في آخر لحظة تجري عليه وبتنقذه. وفي اللحظة دي بيرجع كي للماضي لما كان واقع على أرضه وبيزحف وقدامه أكل الكلاب، وشخص من المنظمة بيذله وبيقول له أنت أحسن لك تاكل أكل الكلاب يا كلب المنظمة. ويقول كي لنفسه أنا لازم أفضل هنا شوية، بس لازم أتصرف بسرعة عشان مفيش وقت، العالم ده بكل تأكيد هيغير بشكل جذري، أكيد الوحش الجديد في المدينة. وبنشوف صورة عامل نظافة ملبوس من الوحش، وبنشوف الأم جايبة هدية متخطبة بقماش حمراء، وبيقول حذر وفزر جايبة إيه هنا؟
وبيشيل القماش الحمراء. وبنشوف كلب من نوع ريكن وبيقول كي ده كلب شرس واجهته في حياتي القديمة ومش مستعد أواجهه هنا كمان. قصدي إنه كبير جدا على طفل في سني، بس برضه ممكن أدربه يبقى قوي جدا وينفعني. كلب كبير مش دايما فكرة وحشة. وبيقول الأم شايفة ابتسامك العريضة تبقى كده مبسوط. وبنشوف كي بيرمي الأكل للكلب وبيقول لنفسه هأكله عشان أبقى صاحبه. وبنشوف الكلب بيمسك الأكل ببقه وبيحط كي رجل على راسه وبيقول أنا صاحبك اللي هيدربك كويس الفترة الجاية. لكن فجأة بيغضب الكلب وبيضربه على وشه فبيتعصب كي وبيقول ايه اللي عملته ده. وبنشوفهم بيتخانقوا مع بعض وبيقولوا الأم زي ما توقعت بيلعبوا مع بعض بقوا أصحاب جدا. كلاب دي ضعيفة لكن مزعجة جدا. وبعدها بنشوف وحش أزرق باصص من الشباك على أم كي وفجأة بينبح الكلب وبيهجم عليه، لكن بيعدي من الناحية التانية عشان الجسم الوحش مية زي الجيلي. وبيقول كي الوحش ده ضعيف لكن جسمه سائل ومحسن ضد القطع والضرب. وبيهاجم الكلب تاني عليه لكن بيدخل جوه جسمه. وبيلاحظ كي إن الوحش ده بيتغير شكل الكلب وبيقول نقطة ضعف الوحش ده هي الجفاف. فبيمسك كي إزاز البودرة للأطفال وبيرميها على الوحش ويبدأ الوحش يسيب الكلب ويصغر تدريجيا زي ما كان. وبيمسك كي جردل وبيحبس وحش جواه وبياخد كي المادة المخلوق منها جسم الوحش وبيفكر يستخدمها كطارد للحشرات أو طبقة مقاومة للكسر لتغليف الإزاز. لكن فجأة بيقدر الوحش بيهرب من تحت الجردل وبيهاجم الكلب عليه وبيقدر الوحش يهرب من الشباك. وبيقول كي لنفسه الوحش ده يتصرف كأنه قوي. وبنشوف كي ماسك الشمسية في إيده وبيركب فوق الكلب ويطارد الوحش وبيقول لنفسه مستحيل أسيبه يهرب، بس إزاي هو بيقدر يطير. وبنشوف الوحش طلع من فوق مدخل الشركة وبينزل على راس الطفل واقفة تحت وبيصرخ الطفل وبيقول كي لنفسه لو استخدمت قوتي الخارقة جسمي مش هيستحمل. وقبل ما ينزل وحش على راس الطفل بينط الكلب وفوقيها بيفتح كيس الشمسية وبيصد هجوم الوحش. وبنشوف الوحش بينفجر وبنشوف البت مصدومة واقعة على الأرض وبيقول كي لنفسه يا ترى البت شافتني. وبنشوف البت بتهرب وبيقول لنفسه تنظيم المكان هنا من أشكال الوحش هيكون صعب. وفجأة بتخرج ديل من كي وبتطلع منها طاقة حمراء وبيقول كي لنفسه ديل ده ممكن يمتص قدرتين. وفي حياتي القديمة لما كنت بكتسب مهارة تانية أو قدرة جديدة كان بتتشال المهارة الأولانية. وبنشوف ديل بيعمل تزامن مع المهارة الطاقة لجسم الوحش وبيقول لنفسه أنا كنت بقى بتجنب تبديل المهارات وفي حياتي القديمة عشان المنظمة تلاحظ وتحس إن بقيت خطر عليهم، وده اللي أدى وفاتي وولدتي من جديد. بس إيه سبب تطوير ديل؟ فهمت دلوقتي كل ما يصغر عمري كل ما قدراتي تتطور. أنا قدرت أعمل تزامن للمرة الأول وأنا عندي 10 سنين، وأغلب الأطفال اللي بيعملوا تزامن بيموتوا لأنهم مش بيستحملوا نسبة سموم في أجسام الوحوش. وبيوصل كي على ظهر الكلب لبيتهم لكن مش بيقدر يقف وبيقع على الأرض. بيقول كي لنفسه بالطريقة دي محدش من الوحوش هيهرب مني. وفجأة بيبص الكلب بصات مش مريحة لكي لكن بيمسكه بقه وبيدخله البيت. وبنشوف كي نايم على السرير بجنب كلب وبعدها بيمسك كي مادة جسم الوحش وبيقول لنفسه أنا حطيت من المادة على الشبابيك والمكيف والمجفف، وحتى لو ظهر وحش جديد وحاول يهاجم البيت مش هيقدروا يقربوا له بسبب الطاقة الحماية موجودة في المادة. وأقدر أفهم خصائص ديل كتير وأقدر دلوقتي أمتص 4 مهارات أو أعمل تزاوج من 4 أجسام من الوحوش، لكن مش هقدر أستخدم أكتر من 2 في نفس الوقت. حد الأقصى 30 ثانية. وعشان أقدر أواجه الكارثة اللي هتحصل بعد الانفجار محتاج أخزن أكل والشرب، عشان أغلب الناس اللي بتموت في الكوارث مش بتموت بسبب الوحوش لكن بسبب نقص الغذاء والعلاج. ولو بدأت في التخزين دلوقتي هتجنب المشاكل دي. أنا عاوز أبدأ دلوقتي، بس المشكلة الأماكن الزحمة مليان وحوش وأنا مش حلم عادي في الجسم ده، وفي أماكن قليلة اللي أقدر ألاقي فيها اللي محتاجه. يا ترى في طريقة عملية أقدر أشوف التليفون ست دي وبنلاقي رسالة في سكان العمارة ومفيش كلمة سر للتليفون. وبنشوف رسائل بيقول في عدوى خطير منتشر في البلد. التلفزيون بيقول أن العدوى دي بيتحولك لوحده. وبيرد واحد ما صدقش كل حاجة بيتقالها في الإعلام وبيقول كأني نفسه أنا هدخل معاهم في الشات وبيعمل اكونت وبيقول الكارثة قريبة خذوا كل اللي محتاجينه عشان الصراع بينكم هيبدأ، لكن لو أمنتوها هتنجوا بالتأكيد. فبيرد عليه واحد من سكان العمارة قبل ما تنشر أوهامك املى بياناتك الأول. وبيتضايق كي رد فعلهم عشان بالشكل ده ممكن يموتوا قبل ما تظهر منظمة مخترق اللي هيحارب الوحوش. وفجأة بيوصل طلب صداقة لكي من شخص وبيقبله وبيقولوا الشخص انت بتدور على معونة تكفيك الفترة الجاية انا ممكن اعمل معاك صفقة. وبنعرف ان بنت اسمها هوت ويفكر كي ان ده اسم عدو من المنظمة. وبنشوف هوت قاعد وسط اجهزة كمبيوتر كتيرة وماسك التليفون وبتقول الموضوع ده مسلي قوي وبتقول لكي كل خطتك الأول. فبيرد عليها خطة تنفع في الكوارث الكبيرة وبيتعرض عليها كل الأكل والشرب والدروع اللي محتاجها. وبنشوف صورة مخزون مليان وبتقول له بس ده مش ببلاش أنا عاوزه بمقابلها 100 مليون ين، بس أنت برضه محظوظ عشان نقل البضيعة دي صعب عليا، عشان كده لو بعتلي 20% أنا هديك اللوكيشن. وبيقول كي طريقة تحديد السعر ساذجة أوي أكيد فعلا دي هو. وبيقول لها ليه يخليني أثق فيكي. فبيرد تعالى شوف بنفسك. فبيرد عليها طب لو رفضت التفاوض. بتقول أنت عاوز تبقى عدو
هموتك بس أنا عاوز أساعدك. فبيطلب منها البيانات وبيتبلغها إنها سايبة العنوان في مكتب البريد جوه العمارة. وبيقول كي لنفسه المنظمة لسه ما اتكونتش، يعني هو أكيد ما بقاش من القاعدة، لكن البت دي بتتلاعب بالناس بسهولة، واحتمال يكون العنوان فخ عشان تصطادني. وبعدها يقول أنا نمت ساعتين، مفروض طاقتي اتجددت وفقت شوية، دلوقتي هروح أجيب معلومات. الأسانسير مليان كاميرات عشان كده هطلع على السلالم، لكن بيلاقي كي نفسه مش قادر يطلع، وبيقرر يصحي الكلب ويمسك ديله، لكن مش بيرضى يصحى، فبيجرب يغري بأكل الكلاب وبيصحى فعلا، وبيركب كي فوق الكلب وبيقول لنفسه بسرعة قبل ما تصحى الست. وبيوصل عند صندوق البريد، لكن بيلاقي كاميرات هناك برضه، وبيقول لنفسه هوت بتحاول تتعقب خطواتي، ممكن تبيع معلومات لأي جهة، بس برضه هوت مش بتلعب على الناس ومش بتعرفها، بس أنا هحاول أضللها. أولا هستكشف المكان، أنا عارف إن هوت حاطط كاميرات سرية غير الكاميرات الظاهرة، وفاكر إنها هتكشفني بالطريقة دي. وبتقول هوت أكيد طلع فريسة سهلة، لكن فجأة بتتصدم لما بتوصل رسالة بتقول فقد تم جمع المعلومات. وبتقول امتى ده حصل، وبنشوفها شايفة الكاميرا الكلب في الطريق بس، وبيكون كي مستخبي وراها وبيقول المكان ده مش هتوصل الكاميرات. وبيطلع تليفون من فروة الكلب وبيبعت رسالة لهوت لو عاوز المعلومات ابعت لي 100 مليون ين. وبيتعصب هوت وبتقول ما تلعبش معايا والا هخلص عليك يا عنكبوت، اطلع ادور عليه في مبنى كلها، انا هوريك التقنية اللي اشتريتها ب 30 مليون ين. وبنعرف ان العنكبوت ده متزود بالكاميرا وانها مقاوم للميه والغبار. وبنشوف عنكبوت ماشي، لكن فجأة بتطلع ام كي من الشقة وبتدوس عليه، وبتصرخ هوت وبتقول 30 مليون ين ضاعوا. وبنشوف كي ماسك التليفون وبتقول امه بتعمل ايه هنا يا كي. وبنشوف هوت زعلان على العنكبوت، وفجأة بتفتكر ان العنكبوت متزود بجهاز ارسال، وبتقرر انها تبعت رسالة صوتية لكي وبتقول ما تفرحش قوي عشان قدرت تعمل كده، انا اقدر اسمعك واقدر افتحك رسائل وكل تاريخ المحرجه. وبتقول لنفسه انا مش قادر اكتشف هويته الحقيقيه، يا ترى يطلع مين ده. وبعدها ام كي بتقول وجودك في مكان زي ده خطر عليك. وبتبعت هوت رساله لكي انا هديك المعلومات عن البضائع اللي عاوزها، انا هستسلم خلاص. وبعدها نشوف ام كي في البلكونه وبنشوف كي جوه الشقة وبيقول لنفسه الست دي فاكرة ان الكلب هو اللي فتح الباب وانا مشيت وراه، عشان كده مش هقدر استخدم الكلب فترة، ما تخافش هنجزها. وبنشوف الكلب مربوط على الارض ويقول كي حسب معلوماتي في سوبر ماركت هيقلب مستودع قريب، وده معناه ان هو هتديني بضايع مسروقة، ده قرار مش متعود عليه منها. لو كنت ابدا اجمع البضايع لازم ابدا من دلوقتي. انا بعت رسالة لهوت لكن لسه ما شافهاش، لازم اتصرف، بس ما اقدرش اقول الكارثة هيبدا على طول. وتقول ام كي اللبن هيخلص من عندنا خلال 5 ايام. وبيسمع كي وبيقول دي فرصتي. وبنشوف ازاز لبن وقع على ارضه فاضيه، وبنشوف كي عامل نفسه نايم. وبتقول امه كويس انك ما صحيتش يا كي لما وقعت الازازه. وفجاه بنشوف اعلان لسوبر ماركت جنب سرير كي، وبتقول لما فتح سوبر ماركت جديد هنا هبقى اشوفها بعدين. وبيقول كي لنفسه ممتاز. وبنشوف ام كي حطاه في عربيه اطفال وماشيه في الشارع، وبيقول كي لنفسه عيب راجل زي يلبس كده. وبنشوف كلب قاعد في البيت، وفجاه بيظهر ضابط شرطه وبيقول لام كي انت بتعملي ايه هنا، عندك في عدوى منتشره في البلد، يعني المفروض ما تخرجيش كتير. فبترد عليها بس انا محتاج اللبن عشان طفل رضيع. وبيقول كي غالبا جدا مش هيكون فيها حكومة اصلا. وبيقول الضابط انا بس بعمل اللي عليا وبحذركم. وفجأة بنشوف وحش عملاق حاطط ايده على راس الضابط وبياكله بلقمة واحدة. وبيقول كي الوحش ده من نوع المتكسر مالوش نقطة ضعف واضحة، لو ما اتصرفتش هموت انا والست دي. وفجأة بتاخد امه من العربية وتقول امسك فيا جامد وبتضم لحضنها. وبيقول كي لنفسه هي بتخطط للهروب، لكن الوحش ده مفيش مجال للهروب منه لانه اسرع من البشر بكتير. انا بيبالي اطفاء الحريق لو كسرتها هشغله فترة من وقت. وبيكسر كي فعلا وبيخرج غاز منها وبيرجع الوحش لورا لحد ما بتخبط في الحيطة. وبيقول على بالي ما دخان يروح هيكون عندي 3 دقايق بس، لازم اخلص عليه بسرعة. بس المشكلة ان عاوز اخلص قبل ما تفوز ست من تأثير الغاز. وبنشوف ام كي مغمى عليها انا ما عنديش وقت كتير، جوهر الوحش موجود في رأسه، يعني لو قدرت اسيبه هخلص عليه. لكنه حتى ما اتصاب بيتخدش صغير من الخبطة اللي فات، بس الضربة دي هتكون القاضية. وبيرفع الوحش ايده وبيضرب على الارض عشان بيتشق وبتبلع كي، لكن بيتفادى كي الضربة وبيهجم على الوحش وبيحاول الوحش يضربه. وبيقول كي الوحش العملاق ده صعب ينشن على جسم صغير زيي وما يقدرش يستخدم قوته الكاملة لانه بيطار الفار بالظبط. الخبرات اللي كسبتها في حياتي القديمة فادتني حتى وانا في الجسم ده، ودلوقتي هضرب ضربة جديدة. وبنشوف طاقة حمراء طالعة من صباع كي، لكن فجأة بيقوم الوحش وبيسد الضربة بتجرح في راسه. وبيقول كي لو استمر الوضع بالشكل ده مش هقدر اقرب منه، بفكر اعمل هجوم مفاجئ بس انا مش قادر اتوقع حركاته وما عنديش وقت، لازم انجز. وفجأة بتقوم الأم وبتنده على كي وبتقف قدام الوحش وبيصرخ كي وبيقول لها انت رايحة فين، مستحيل تقدري تواجهي وحش عملاق وحدك. ولما بتقرب من الوحش بتطلع مسدس صاعقة وبتنشن عليه. فبيقول كي عموما هي بتشتت انتباهه ودي فرصتي، وبيضرب وحش ام كي فبتقع على الأرض. وبيوجه كي أخيرا ضربة القضية للوحش
وبنشوف أم كي نايمة على الأرض وبيقول لها لولا وجودك لكان الوضع هيبقى أخطر، ما كنتش متوقع إنك مستعدة تضحي لنفسك عشاني. وبعدها بنشوف يفتح كي عينه كأنه صاحي من النوم وبيقول للشخص أنت صحيت، وبنشوف شخص ماسك كي وبنعرف إن اسمه تشي وبيقول كي ابعد عني وبيتبول في وشه، فبتعتذر أم كي وبيقول شي يا ترى ابنك مبسوط مع الكلب، فبيقول كي لنفسه هو الشخص ده صاحب كلب القديم، وبيشكر شي أم كي على تربيتها على الكلب. بيتحط كي في عربية أطفال تاني وبيقول لنفسه الشخص ده المفروض إنه شاف الوحش، ليه عامل نفسه كأنه مفيش حاجة حصلت. وبيقول شي لأم كي اللي بنعرف إن اسمها عايشي استعد معايا لتخزين مواد الغذاء، فبيترد ماشي أنا جاهز. وبعدها بيقول كي لنفسه أنا لسه ما خدتش جوهر الوحش، وبيتفاجأ لما بيشوف الجوهر في المكان اللي حصل فيها المعركة، وبيستخدم كيربي امتصاص الجوهر، وبنشوف الجوهر بيتصلب ويتحول لدرع يحمي كي لما يحتاجه. وبعدها بيسمع كي شي بيتكلم في التليفون وبيقول لواحد تاني الست دي وطفلها عبء كبير علينا، لكن في وقت المناسب هنستفيد منها. وبيقول كي لنفسه الشخص ده خطير، اصل مش معقول شخص طبيعي يسيب كلب مع عيلة فيها طفل رضيع. وبيقول شي للتليفون ابعت عربية تانية عشان نخزن كمية كبيرة من المؤن. وفجأة جوهر الوحش بيعمل صوت رنين وبيسمعه كي ويتفاجأ وبيقول مين اللي هنا. ولما بيلاقي كي بيقول لشخص تاني اللي بيتكلموا في التليفون ده طفل صغير ممكن يكون سمعنا، ولو خلصت عليه مش هيكون في مشكلة. وبيقول كي لنفسه ايه اللي بيقوله ده، الشخص ده اتجنن. وبعدها بنشوف هايشي رابط كي بي كرسي أطفال جوه عربية كبيرة ومعاه شي وجيران هايشي التانية. وبيقول شي استعدوا احنا هنتحرك دلوقتي، وبتعزم هايشي على جيرانها بوجبات خفيفة معاها، فبترد عليها كاي هيشان شكرا مش عاوزة. وبنشوف جار تاني ليهم بيسلم على تشي وبيطلع عربية تانية وراه. وبيقول كي لنفسه هما ما شافوش وحش على التلفزيون، ازاي الناس دي مش خايفة. وبنشوف عربية بتطلع من الجراج وبيقول كي بس برضه متفهم موقفهم، ده اسلوب دفاع عن النفس. لما يشوف انسان صور جثث او وحوش بينكر ان الكارثة حصلت فعلا عشان يحمي نفسه من الصدمة وبيقدر يكمل، فبيخبي خوفه كأنه مفيش حاجة حصلت. وبيطلب السور من هايشي فطيرة وسندوتش هوت دوج، وبتفتح هايشي وجبات وبترد عليه اتفضل خد اللي انت عاوزه. وبيقول لها سور انت قاعدة لوحدك مع ابنك ده مش صعب عليكي، وبعدين انت حلوة صغيرة في السن عاوز ايه يا عم سورة روق كده. وبيقول واحد منهم لهايشي هو انت ما خدتيش لما خرجت مع ابنك، فبترد عليه كان لازم اخده معايا عشان الطفل ده بيعمل حاجات غريبة لما اسيبه لوحده وقررت اجيبه معايا. وبيقول شي ساعتنا هايشي هتكون جزء من قوتنا القتالية، دي قضت على الوحش بصعقة كهربائية، وكمان معانا كلب صياد بالشنطة العربية. وبيقول كي لنفسه اشك لو كان عندي الست دي عن قدرات قتالية اصلا. وبيقول شي ما تقلقوش كل حاجة هيبقى كويس ومش هيكون في وحوش ولا حاجة. وفجأة بنشوف ست بتجري في الشارع وبتصرخ، وبنشوف الوحوش بتهجم عليها وبتصدم الكل. وبنشوف شي بيفرمل بغير اتجاه العربية وبيقول امسكوا نفسكم، وبينبح الكلب في الشنطة العربية. وبنشوف نفس الست اللي بتصرخ وبتطلب المساعدة بسبب الوحوش. وبنشوف وحوش محاصرة العربية وبيقول كي لنفسه الوحوش دي برأس الحشرة والعلامات اللي رابطها كأنها رسع، وده معناه ان المتحكم من نوع سايبر. المتحكمون في طفيليون هي وحوش من نوع طفيلي وبيتحول للبشر لسايبر زيها، وقوتهم مش كبيرة لما يكونوا بشكل فردي، لكن لما بيتجمعوا بيشكلوا خطر على البشر. ودلوقتي بيتكتروا علينا لازم نهرب بسرعة. وبيقول شي دول قربوا قوي. وبنشوف وحش بيمد ايده فوق ازاز العربية وعاوز يمسك شي، فبيقول دول قربوا اكتر. فبيرد عليه واحد من الجيران دول ممكن يكسروا ازاز العربية. وبيقول كي لنفسه لو معرفتش ابعدهم مش هعرف استخدم قدرتي، او ممكن استخدمها 30 ثانية بس ساعتها مش هينفع استخدمها تاني النهاردة، مفيش حد يقدر يقاتل في العربية. وبتصرخ الست تاني فبتزعق عيشان مستني ايه انقذوه بسرعة. وبتسأل سورة لو كان المفروض هما اللي ينقذوها. وبيقول كي لنفسه كهيشان دي هيبقى عيب علينا ومش هيبقى مفيدة في القتال. وبيقول العجوز اللي راكب جانب شي فات الأوان عشان رقبتها في نفس العلامة اللي في الوحوش. وبنشوف خرم في رقبة الست فعلا. وبيقول كي لنفسه الراجل ده بيفهم بس كبير في السن ومش هيرضى برضه في القتال، لكن بينفع في حل البضايع. وبيقول شي المفروض نتدخل بس لازم نخلص الوحوش دي والا هيخلصوا علينا كلنا. وبيقول كي لنفسه الراجل ده عاوزني دي ولا ايه، انا مش ممكن اعتمد عليه في اي معركة، وسواء العربية اللي ورانا اكيد زيه. وبنشوف صورة ماسك السلاح ومتغطي القماش بايده وفجأة بيزعق وبيقول انا هروح اخلص على الوحوش دي. وبيقول كي لنفسه الراجل ده شكله جبان لكن ساعات بيتهور واكيد مش هعتمد عليه في مواجهة الوحوش. وبنشوف عايشة بتطلع حاجة من الشنطة وبتقول انا معايا مسدس كمان، وبتفتح باب العربية فبيرد عليها صوت يعني انا كده مش لازم اروح صح. وبيقول كاشيان انا معتمد عليكي. وبتصدم صورة لما يشوف وحش ضربه والضربة بيطيره من العربية. وبنشوف الوحش بيدخل من تحت العربية وبيتحاول كاشيان بتبعده لكن بيضرب الوحش هي كمان. وبيقول وحش على حاشية الست دي هي الهدف الرئيسي. فبيقول كي لنفسه انا لازم اتصرف وهاجم دلوقتي، لكن ديل الوحش اسرع من ديل كي. وبيوصل عند وش هايشة وفجأة بنشوف راجل عجوز ورا الوحش وبيقول له انت بقى زعيم الوحوش. هو بيتلفت وحش للعجوز وبيحاول يضربه لكن بيمسك العجوز ديله وبيضربه ضربه يخليه ينزف. فبيقول كي توقع الوحش بإيده من غير سلاح
وبيخنق راجل عجوز الوحش وبيرميه برا العربية وبيقول أنا شكلي عجوز، وبيصرخ كي وبيقول لنفسه الراجل ده خلص على الوحش بإيده، بس الأمر شكله منتهاش. وبنشوف الوحش واقع على الأرض وبيقول كي لنفسه أنا معرفش العجوز ده لو كان مقاتل محترف ولا لأ، بس الضربة في قلب الوحش متأثر عليه أكيد. وفجأة بنشوف الوحش بيقوم فبيقول كي لنفسه كده مفيش مفر من القتال، وبيبكي كي وبيقعد يصرخ. وبنشوف العجوز بيواجه الوحش، وقبل ما الوحش يغزه بديله بلحظة واحدة بيتفاداه وبيقول للعجوز أنا شفت ده لما كنت في قسم قتال الخاصة، ضربة في القلب مش هتأثر. وبنشوف بيطلع حاجة من جيبه وبيطلع إنها سلاح وبيضرب بيه صدر الوحش وبيمسك راس الوحش وبيضربه برقبته، وبيقول لنفسه الراجل ده شكله فعلا خبير في القتال، رد فعله وحركته سريعة جدا. كان لازم أفهم من الأول إنه كان في الجيش، لما كنت عضو في منظمة زمان كان الجيش يتحل، لكن سمعت شوية إشاعات إن بعد انهيار الحكومة الضباط والجيوش بتوع الجيش لعبوا دور مهم في مقاومة الوحوش.